برضو الكثير من الحاجات دي. هلو يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ انا اشتريت النهارده الستاند ده انا عايزه احطه في مكان في الاوضه بس مش عارفه فين، بس مش عارفه هو الحجم بتاعه كبير ولا ايه. طبعا احنا ممكن نشوف الفيديوز تبقى شكلها ان هي كبيره او صغيره وتطلع في الحقيقه عكس كده خالص. انا دلوقتي هوريكم شكل الستاند واوريكم كل حاجه، وبعد ما ننصبه نشوف بقى احنا ممكن نحطه فين في الاوضه. فيا جماعه الشحنه بتاعه الستاند يلا نفتحها. يا جماعه انا متحمسه جدا وانا بفتحها، بحب قوي افتح الاوردرز لاول مره معاكم، دي حاجه حلوه قوي وحاجه جديده واكتشف بقى يعني ايه اللي جوه معاكم كده. فانا هنا جبت المقص وبحاول افتحها واحده واحده وبراحه عشان لو فيها اي مشكله اقدر ارجعها بسهوله. انا بالنسبه لي موضوع الاستندات ده هو حاجه لذيذه قوي في التركيب. انا بحب قوي تركيب الاستندات. انا كنت جايبه ستاند قبل كده بس هو كان صغير وبجد طلع عيني لما جيت اركبه، بس كان شكله حلو في الاوضه. الستاند ده زوجي، يعني اتنين مع بعض في واحد، فهو اكبر شويه وهياخد عدد اكبر من الهدوم عليه، وليه كمان منظم من تحت في متحمسه واركبه معاكم. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا قبل كده يا جماعه اشتريت ستاند وكان صعب جدا في التركيب، فما بالكم ده المفروض ان هو اكبر وزوجي، فاحنا هنركب كل حاجه مع بعض. موجود مع الستاند من جوه كذا حاجه، يعني موجود دي المفروض ان هي تبقى ده الكيرف بتاع الستاند، فدي زي شماعه، ففي الماتيريال بتاعته بلاستيك، بس بلاستيك يعني متين شويه. بقول لكم على السعر بتاعه بعد ما اركبه ونشوف كل حاجه مع بعض. معاه كمان العصيان دي، ده اللي بتتركب كده، ده منه اتنين بس. ده طبعا اللي بيبقى منظم اللي بيتحط من تحت. اوكي اهو الستاند ده هحاول اجيب صوره من الانترنت عشان اعرف اركبه، لان هنا مفيش اي كتالوج يوضح لي طريقه التركيب. برضو الكثير من الحاجات دي. هنا في كسره او تانية مش عارفه. الستاند ده بيستحمل لحد 35 كيلو، فهو حرفيا يشيل معايا حاجات كتير قوي، فمتحمسه قوي ان انا هركبه معاكم وفي شكله النهائي وحجمه كمان، فيلا بينا. اوكي عندنا الصغيرات دي، والجزء ده تقريبا اللي بيتحط من فوق خالص عشان نقفل الفتحات بتاعه التيوب دي. دول الحوامل كمان، دول الحوامل. العجلات الباقيه دول الثلاث عجلات الباقيين، وده كمان اللي بيجمع الطول مع العرض تاني. واخر حاجه الجزء التاني اللي بيقفل الجزء بتاع الفتحات بتاعه التيوبس من فوق. دي كل الحاجات اللي جت في البوكس. تعالوا بقى نبدا نجمع كل الحاجات دي ونحطها في الستاند. فكرت بقى ان انا هركبه باسهل طريقه ممكنه، هو اني هاخد كل حاجه خطوه بخطوه. انا مركبه قبل كده ستاند زي ما اقول لكم، فانا ما عنديش الخطوه او الرهبه بتاعت اني اركب ستاند لاول مره، فقررت ان انا هجيب الصوره بتاعت الستاند وهبدا ان انا احط الحاجات مع بعضها. في البدايه ركبت العجلات عشان دي اسهل حاجه واخلص منها ومفكرش فيها تاني، فشكله كان كيوت قوي. يعني اول بقى بدات احطه كده حسيت ان هو بدا يظهر رغم اني لسه ما عملتش اي حاجه، هي العجلات بس اللي ركبتها. جولي كانت قاعده معايا فكانت مسلياني عشان فيها اوقات كتير قوي كنت حاسه ان انا مش عارفه احط ايه في ايه يعني. بعد كده حاولت ان انا اجيب العصيان الطويله، اطول حاجه بدات بيها عشان عارفه ان دي هتكون الاساس او الجسم بتاع الستاند، فاكيد لازم تكون الطويله. عايزه اقول لكم ان هو كان جاي معاه عصيان من دي كتير جدا وكلهم احجام مختلفه، فده كان ملخبطني شويه يعني احط مين فين. بس استقريت في الاخر ان انا الطويله خالص دي اكيد بتكون المنظم اللي هو بتاع الشوزات من تحت، يعني منطقي ان هي دي هتكون اطول حاجه، ده هيكون عرض الستاند. فحطيت الجزئين الطوال قوي وبعد كده ركبتهم او شبكتهم مع الجزء التاني، وكده انا حطيت البيس بتاع الستاند. بعد كده جبت العصيان اللي هي اطول واللي بقيت اطول شويه حطيتها تحت، وهنا كنت بحاول افكر بقى مين فوق ايه ومين عند ايه، فالموضوع كان محير شويه. بعدين فكرت ان الجزئين دول اللي هو ده اللي بيجمع العصيان مع بعضها الطول مع العرض، فقلت طيب احطهم بما ان عندي 4 فهو اكيد بتاع الجسم نفسه. حطيت ال4 وبعد كده حطيت العصيان التانية برضو يكون كلها نفس الطول. جماعة حاسة بإنجاز عشان أنا كنت خايفة قوي في البداية إن أنا بلخبط كل حاجة، بس الحمد لله عرفت أركبه. فالحاجتين دول شكلهم كيوت قوي عشان هما برضو ينفعوا يبقوا معلقات وانتوا شايفين. بعد كده بدأت احط الكيرفات وخدت بالي ان العصيان القصيرة بتاعة الستاند اللي قدام والطويلة بتاعة الستاند اللي ورا، فبالنسبة لي كان يعني منطقي جدا. فحطيت بقى الكيرف وده كده انا خلاص خلصت يمكن 80% من الشغل وكان بسيط الحمد لله، ما خدش مني وقت ولا مجهود في التفكير كتير.
جدا، امر بسيط. بس الفكره كلها في التجميع ان العصيان دي اوقات بتيجي متنيه من النقل، فبيبقى صعب ان احنا ندخلها في بعض، بس الحمد لله يعني هتظبط فيها. يا جماعه انا وقفت لحد هنا، يعني انا عملت الستاند اهو، بصوا ده اللي كله تمام ثابت مش بيتحرك كتير. بس في حاجه حاسه ان انا مش فاهماها، يعني بصوا في هنا الجزء ده وفي الجزء ده، ف في حاجه غلط. انا لسه عندي الجزئين دول ودي ملهاش حاجه، ف خلوني كده افكر هي المفروض تتحط فين. مش عارفه انتوا شايفينها ولا الاجزاء دي، هي اكيد مش كده. اوكي هي كده، ايوه صح. فدي عشان خاطر تخلي الستاند ده ثابت، الستاند ده ما يتحركوش. طب ثواني كده ارجعهم، ندخل دي كده عشان نثبت الستاندين في بعض ما يبقاش يتحرك. طب انا يا جماعه جينيس يعني كنت حاسه ان انا مش هلاقي حد تلف كده، وندخل دي فيها كده فيها دي كده. والله يا جماعه انا جينيس. بصوا ثابت اكترين. بصوا يعني بص هو قد كده مش كبير قوي، بس يسحب لي الاوضه، ولا صغير قوي ما ياخدش الحاجات اللي انا عايزاها، فكان شكله حلو قوي. فاضل لي بس الجزئين دول، فدول انا كنت فاكره ان هو ممكن يتركبوا في اي حته هنا، بس هو كله مقفول. فاضل لي حته واحده بس اللي من تحت اوريها لكم دلوقتي، دي مفتوحه، فدول بس عشان يقفلوها ويبقى الشكل العام كويس. فهوريها لكم وبعد كده هنحط الهدوم ونشوف شكل الهدوم على الستاند. اوكي يا جماعه، الجزء ده اللي كنت قلت لكم عليه ده المفروض يتحط هنا، ماشي، وزيه الناحيتين ونفس الكلام هنا، وبس كده. بتاعه الشماعه دي متركبه غلط، عايزه تتظبط. دول صح، بصوا عشان تعلقي الهدوم هنا وهنا، فانا هظبط الاثنين دول دلوقتي. بس ده كده شكل الستاند، شكله كيوت موت وثابت وشكله لطيف في الاوضه، مش زحمه خالص ولا عامل اي مشاكل. فخلوني بقى احط الهدوم واوريكم شكل الستاند ده. بالنسبه لي كان بازل رهيب شويه. اوكي ظبطت الاثنين دول اوكي عشان يبقوا ياخدوا الحاجه من الجنب. وده كده شكل الستاند، شكله قمر قوي. لا بجد مبسوطه قوي ان هو اولا لونه اسود حلو، هيبقى ماتشنج قوي مع لون الاوضه. الاسود بيمشي على كل حاجه. كنت عايزه اجيب الابيض بس اوكي، هو الاسود مش وحش، على الاقل الخرابيش والبهدله فيه مش هتبانوا اكتر. بالدورين حلوه قوي. النص دي عشان بتخليه ثابت مع الحركه ما يقعش، تثبت يعني الجزء الامامي مع الخلفي. فبحط كده الهدوم ونشوف شكلهم. اوكي يا جماعه نحط هنا، خليها كده عشان نبقى شايفينها. ده كده البنطلون كده، نحط ده هنا، ولنا الستاند طبعا هنا. عشق السنين البيستاشيو هنحطه هنا. وده شكله، بصوا عامل لي دورين، شكله حلو موت، مش واخد زحمه في الاوضه. الهدوم لما تكتر اكتر هيبقى شكله حلو. هنا هحط الكاب والشنطه. اوكي هناخد بقى الشنطه القمر دي ونحطها هنا. بصوا هنا عندي كابين ابيض، واحط الكاب الاسود هنا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. انا مبسوطه قوي ان انا عرفت اركب الستاند ده لوحدي، بجد حاجه لطيفه خالص يعني. ده شكله، وهنا بعد ما حطيت كل حاجه، وبعدين انا عندي كمان من تحت فيه منظم، فانا ممكن احط فيه شوزات، يعني ياخد حاجات كتير قوي، لمم لي حاجات كتير قوي في الجزئين دول. بس لسه كمان عندي دول، فانا لما اكون نازله مثلا او لسه جايه من تحت ومش عايزه ابهدل الدولاب، ممكن احط حاجتين مؤقتا لحد ما افوق لهم، بعد كده ارجعهم في الدولاب. فعملي جدا جدا جدا. وده كان الفيديو بتاع النهارده. متنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو، واستنوني في الفيديوز اللي جايه. باي باي.